شاطر كده. هو بيراميدز هيبقى مكان الزمالك؟ لا هو بقى اصبح بقى هو بقى لا مكان لا الزمالك. يعني انا ملاحظ كده انه مبيبقاش في زمالك وبقى في بيراميدز. والنديه حتى عند الاهلي بقت عندهم حاله عصبيه كده تجاه بيراميدز مش تجاه الزمالك. شفت الخناقه اللي حصلت بتاعت الشيبه دي؟ طب في بروتوكول جنتلمان موجود ما بين ادارتي التسويق والتعاقدات في الفرقتين انه ما انا ما اخشش على صفقه حد وانت ما تخشش على صفقه حد. ده رضا سليم بيراميدز وقف عند دخل فيه طبعا. ما هو دخل فيه، ما دخل في الاول بعد كده بعد لا دخل. لا ثواني بس خلينا في السؤال المهم. خليكم في هو في الحياه الرياضيه المصريه بيراميدز بقى مكان الزمالك؟ استاذ عمرو، ما هو عشان كده بقول لحضرتك دلوقتي بقى في اتفاقات، انت واحد وانا واحد، انت تاخد لعيب وانا اخد لعيب. يا جماعه هو الزمالك بيخرج من الصوره وبيراميدز بيدخل مكانه. مش الزمالك، مش الزمالك. خلال سنتين ثلاثه اذا استمر حال كده مش هيبقى من الانديه الشعبيه غير النادي الاهلي، لانه الوحيد عنده القدره والقوه الشرعيه والقدره انه ينافس، لانه موارده كبير ورعاته كتير. الزمالك في خطر، الاسماعيلي في خطر، كل سنه بنقول اسماعيلي، المصري في خطر، خلينا بس متفقين من السنه دي اهو. الاتحاد السكندري في خطر. الزمالك خد كام بطوله السنه دي؟ الزمالك ما خدش حاجه. يبقى انا دلوقتي خلاص انا دخلت دايره الخطر. لا انا بتكلم، انا بتكلم الزمالك. مين التاني في الدوري؟ مين التاني في الدوري؟ يا جماعه احنا دايما كنا سعداء ان احنا الوصيف. خلاص اسوأ ظرف كنت تبقى الوصيف. تراجعت. انت بتقول لي دلوقتي ان لا وصيفه بعد الان، خلاص في حاجه اسمها بيراميدز اقوى من الزمالك، في حاجه كده. هو جدول الدوري بيقول ايه؟ بيراميدز بيعمل فرقه. سيبك من جدول. طب ما هو ليفربول كان في المركز السابع والثامن، هي مالهاش دعوه بالجدول. انا بقول لحضرتك مؤشرات احنا دلوقتي المؤشرات انه بيراميدز في الفتره القادمه هو بديل الزمالك. بص على القائمه، بص على القوائم، بص على السكواد، بص على الصفقات اللي احنا بنعملها الموسم الجديد. لا بيراميدز هل الزمالك ابرم اي صفقه؟ مقضي 3 لعيبه يا استاذ احمد. طب وبعدين محمود حماده ممضي، محمود حماده من طب ما محمود حماده دخل فيه النهارده فيوتشر، ومضي محمد شحاته من كيش. فيوتشر نفسه دخل في محمود حماده. طيب ما هم لهم فلوس برضه مش عارفين يتحصلوا عليها. انا لازم افك الازمه بتاعه القيد، ايقاف القيد اللي عندي. انا عندي قضيتين. ما هي دي القصه بقى. ده هو ما كانش عنده كلور حمامات السباحه، ما عندوش مرتب للمدرب. لا في كلور بس ما فيش مرتب. ايوه ما فيش مرتب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوف موسم قوي، نشوف كرة قويه. عايزين نروح كاس العالم ويبقى عندنا سهله والله جدا. اذا ما كناش نكسب كده مش عارف هنكسب ايه. طب انا عندي رقم صادم برضو كنت عايز اقول لك عليه. ميزانيه النادي الاهلي السنه دي اللي بيتم الاعداد ليها دلوقتي عشان يتم مناقشتها في الجمعيه العموميه اللي جايه هتتخطى 3 مليار جنيه. كم؟ 3 ميزانيه الاهلي 3 مليار جنيه. السنه اللي فاتت كانت كام؟ 2 مليار و100. السنه دي 3 مليار جنيه، ده رقم اول ما حضرتك تعرفه. الرعايه ده انا طالع اجازه، المفروض ما اعيش. الرعايه بس اقول لحضرتك على يعني المفروض ما اقعدش في السرير. الرعايه وصلت ل 1.25 مليار. الاهلي بيستهدف كمان 200 مليون من ظهر قميص الفريق. ظهر قميص الفريق تمام كده؟ 200 مليون. احنا قميص الفريق بتاعنا ازرق دلوقتي. بيتنافس عليه شركه طيران وشركتين كمان منهم واحده مصريه بيتنافسوا على ظهر تيشيرت النادي الاهلي. لا اللي هيبيع الشراب خلاص. انا بشكرك. حاجه اخيره كمان بس معلش. الدوري الموسم القادم قد تفاجئ قريب ان الدوري اللي جاي من دور واحد. احنا عندنا كارثه. من دور واحد. مشاركات افريقيه واجنده المنتخبات. سجل بس. عندنا كارثه ودوره العاب اولمبيه. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا.